واخيرا كان 2025 بالمغرب رسميا سيتأكد الخبر في الأسبوعين القادمين. جلالة الملك محمد السادس نصره الله ينال جائزة التميز الرياضي الإفريقي. ولا نية للكاف لمعاقبة الجزائر عما صدر من الجماهير الجزائرية والسلطات الجزائرية عند تنظيم الكاف. تابعون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين الكرام ومتفاعلين مع قناتنا وقناتكم سير سيفي. نشكركم على الود ديالكم والاحترام ديالكم المتبادل، وكذلك على التعليقات ديالكم وعلى الملاحظات وعلى الانتقادات وعلى التفاعل الكبير مع الفيديوهات السابقة، خصوصا الفيديو الذي طرح بالأمس الذي يتحدث عن أزمة اللاعب أشرف حكيمي واتهامه بالاغتصاب. اليوم كاين موضوع جد مهم بغينا نتكلموا معكم فيه. توفرت لنا وكما هو العاده في القناه ديالنا سي تي في، كنا ماخذينها في الاول البديله اننا الكونسيبت ديالنا اننا نتكلموا على الامور الخفيه ونربطوا نحاولوا نربطوا بين التفاصيل باش نوصلوا لواحد الحقيقه اللي ما غاديش يتكلم عليها الاعلام المأجور او الاعلام السمعي البصري المؤسساتي. كنبغيو نربطوا بين التفاصيل ونشوفوا ونحلوا ونستنتجوا ماذا يمكن ان يقع ولماذا وقع ومتى سيقع. المناسبه ديال هذا الفيديو هذه هي بالامس، او ماشي بالامس، اعتذر، يوم الثلاثاء الماضي من اروقه الكاف خرجوا جوج ديال الاخبار غادي نتكلموا معهم، غنتكلموا عليهم بالتفصيل وغادي نفسروا علاش هاد جوج الاخبار خرجوا. ولكن قبل ذلك الجميع كيعلم ان المغرب مرشح لتنظيم كاس افريقيا 2025 في منافسه كبيره مع عده ملفات: الملف الجزائري، الملف الزامبي، الملف النيجيري البنيني والملف المغربي. هذه المنافسه هذه فهي منافسه كتوصل للذروه ديالها. كان من المفترض ان يعلن عن البلد الذي سينظم الكان يوم 11 فبراير، يعني بعد نهايه كاس العالم للانديه التي نظمت في المغرب، وتم تاجيل الاعلان الى يوم 14 مارس في مؤتمر الفيفا الذي ستحتضنه كيغالي برواندا. نرجعوا للتاريخ قليلا للوراء باش نعرفوا ان المغرب نظم اول كاس افريقيا للامم سنه 1988 اللي ما كانش المغرب مرشح لها اصلا. المغرب نظم هذيك الدوره معوضا زامبيا اللي كانت عندها حرب اهليه انذاك وما استطاعتش توفي بالشروط ديال التنظيم ديال كاس افريقيا، فلجأت الكاف انذاك الى المغرب. وكنعرفوا جميع ان في ديك الدوره ديال 1988 اللي تقامت في البيضاء وامريكا تم انتخاب عيسى حياته رئيسا للكاف التي سيعمر فيها لمده 30 سنه. ما علينا. الجزائر نظمت بعد المغرب سنه 1990 بالجزائر، هي الكاس اللي كانت ربحتها الجزائر. بعد ذلك المغرب حاول انه يدفع الترشيح ديالو باش ينظم كاس افريقيا 2015. ويعلم الجميع ان المغرب طلب انذاك تاجيل موعد ديال الكاف لانه كان الظروف ديال وباء ايبولا الذي يجتاح بعض الدول الافريقيه، والمغرب حاول يحافظ على السلامه ديال المشاهدين وعلى السلامه ديال الجماهير والمواطنين ديالو. وكنعرفوا القصه كما باش تسالات، هو انه المغرب تم توقيفه من طرف الكاف، عيسى حياته، تمت عقوبات على المغرب لعدم وفائه بالتنظيم، واستبعدنا من كاس افريقيا اللي تنظمت في الكامون في غينيا الاستوائيه بعد ذلك. هذا الامر هذا لا جينا نشوفوا الامور في السياق ديالها التاريخي، فالمغرب يستحق تنظيم كاس افريقيا للامم 2025. اولا لاننا مع المنافس المباشر ديالنا لهذا الكاس ديال الجزائر، المنافس ديالنا الجزائري كتفوقوا عليه ان الجزائر قد نظم كاس افريقيا مورانا، هما نظموها في 1990 حنا نظمناها في 1988. يعني مبدا المداوره والتناوب كيفرض ان المغرب ينظم. ثاني شيء اللي علاش خصنا ننظموا هاد كاس افريقيا، البنيه التحتيه اللي كيتوفر عليها المغرب. حنا كنشوفوا لا ملاعب لا طرق لا فنادق لا شبكه مواصلات
استقبال في المستوى الرفيع، مراكز التدريب. شفنا مركز محمد السادس شنو قال عليه اللاعب السينيغالي مالي، شنو قال عليه أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، شنو قال عليه جميع النجوم اللي كيدخلوا لديك التحفه وداك الجوهره وداك المنشاه والمعلمه اللي هي مركز محمد السادس. شنو كيقولوا؟ كيفتخروا كيقولوا بلي هذا مستوى رفيع يفوق الكثير من الدول الاوروبيه. الملاعب كذلك عندك الأرضية أصبحت أرضية جميلة في جميع الملاعب. الجماهير المغربية التي تصنع الفرحة وتصنع التميز أينما حلت وارتحلت. المنتخب المغربي اللي حقق الإعجاز الإفريقي، أول بلد إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم. كل هذه معطيات كتصب في مصلحة المغرب باش أنه ينظم هذا الكأس هذه، واللي غادي تكون إن شاء الله أنجح كأس إفريقيا في التاريخ، وأنا أعدكم بذلك. كاينه كذلك معطيات اللي كتعطينا اننا ننظموا. حنا شفنا ان الجاره الجزائريه نظمت الشان مؤخرا، وما بدر من بعد الجماهير الجزائريه التي بدات تسب في الشعب المغربي في المواطنين المغاربه، وكذلك ما بدر باقحام السياسه في الرياضه، وهو ما يتعارض اطلاقا مع تعليمات الفيفا التي ترفض رفضا باتا ان السياسيين يدخلوا في الرياضه. المهم هذه المقدمه هذه اعتذر الا كانت شويه ديال الاطاله، ولكن هذه التوطئه هذه غادي تدخلنا باش نتكلموا على الخبرين اللي قلنا لكم في الاول اللي خرجوا من اروقه الكاف، اللي الا بغينا نقراو بين السطور ديال هاد الخبرين هادو ممكن نخرجوا بواحد الاستنتاج، بواحد الخلاصه، وبواحد الفكره عامه اللي نتمنى الاخوان المتتبعين والعشاق العائله ديال شوف تي في اننا نناقشوها جميع. اللي عندك شي راي راك كتعرف كيفاش دير لي كومونتير ديالك غاليين، لانه غاليين بزاف، كنحاولوا نجاوبوا عليهم كاملين باش نفتحوا النقاش يدخل فيه جميع المتتبعين ديال قناتنا. المهم الخبرين اللي خرجوا من اروقه الكاف يوم الثلاثاء الماضي هما جوج ديال الاخبار خرجوا زعما ما بيناتهمش واحد المده زمنيه طويله. الخبر الاول هو كيقول بان اللجنه ديال الانضباط في الكاف غادي تجتمع بعد زوال يوم الثلاثاء اللي تتدارس جوج ديال النقط. غادي يتكلموا على الاحداث التي رافقت مقابله الهلال السوداني مع فريق الاهلي المصري في الشامبيونز ليغ افريكان، والشكوى اللي تقدم بها نادي الاهلي المصري على ما تعرض له في السودان. النقطه الثانيه اللي هي اللي كتهم المغاربه كاملين، كان اشار البيان ديال الكاف انه لجنه الانضباط ستتدارس ما حدث في الشان، وعدم مشاركه المغرب لم تشير باي شكل من الاشكال الى انسحاب المغرب، بل قالت عدم مشاركه المغرب والاحداث التي رافقت مباريات الشان. هذا هو الخبر الاول اللي خرج من اروقه الكاف. الخبر الثاني اللي جاني انني نربط بين هاد الخبرين هادو وتوقيت نشرهما، الخبر الثاني هو كيتعلق باختيار محمد السادس جلاله الملك محمد السادس ملك المغرب لجائزة التميز الرياضي لسنة 2022، وتوجيه دعوة رسمية له لحضور أشغال الجمعية العمومية للفيفا اللي غتتنظم في كيغالي برواندا نهار 14 مارس. ولاحظوا عندما الفيفا أو الكاف تستدعي شخصية رياضية لحدث رياضي أو اجتماع أو مؤتمر، نعرف جميعا ماذا يحدث. نتذكر جميعا في سنة 2004 عند الإعلان عن البلد الذي سينظم كأس العالم 2010 التي كان صراع بين المغرب وجنوب إفريقيا، البوادر التي منحت التي أعطت تباشير المعطيات الأولى لنجاح فوز جنوب إفريقيا للفوز بالتنظيم هي انتظار حضور نيلسون مانديلا الذي كان آنذاك رئيسا لجنوب إفريقيا. من هنا نستنتج من خلال الربط بين هذه النقطتين أن اجتماع الفيفا في كيغالي اللي غادي يعرف الإعلان عن البلد الذي سينظم كأس إفريقيا 2025 سيكون رسميا هو المغرب، بعدما تم استدعاء جلالة الملك محمد السادس. ما فيهاش اعتراض، المغرب سيعلن هو البلد الذي سينظم كأس إفريقيا 2025. من الجانب آخر الموضوع اللي طرقنا عليه في البداية واللي قلنا هل ستعاقب الجزائر، كنظن أن الجزائر لن تعاقب،
واستدعاء والشهاده والتوشيح ديال جلاله الملك محمد السادس هو فقط جبرا للخواطر. يعني الكاف والرئيس ديالها موتسيبي ما بغاش يخسر المغرب، ما بغاش يخسر الجزائر. الجزائر خطأت في حق المغاربه، لذلك فهي ستستبعد بالتنظيم بطريقه غير مباشره ويمنح التنظيم المغربي اللي هو كنستحقوه من حقنا. والشخصية محمد السادس سيتم الاعتراف بها كشخصية مميزة، شهادة التميز. وكذلك هناك أنباء أن المغرب في ملف تنظيمه لكأس إفريقيا 2025 سيدرج ملعب بالداخل، وذلك سيعتبر انتصار كبير للدبلوماسية المغربية. كنا تكلمنا في واحد الفيديو سابق على العلاقات المتوترة اللي كاينه بين القجع وبين موتسيبي، اللي كيحاول الان موتسيبي انه يصلحها. هذه الطرق هذه انه يضغط على الاعضاء اللي يصوتوا انهم يصوتوا للمغرب، وكذلك باستدعاء رسمي لجلاله الملك محمد السادس لحضور المؤتمر ديال الفيفا بكيغالي. كنا تكلمنا ان الامور متوتره لان المغرب تجاوز موتسيبي، ولينا كنتكلموا مباشره مع انفانتينو الذي يشيد دائما بالمغرب، واللي ولات عندنا المغرب وجهه دائمه، ولا ديما كيجي عندنا المغرب. ولا لاحظتوا في النهائي ديال كاس العالم ديال الانديه، تشوفوا البوادر ديال الصراع ولا النزاع اللي كان بين القجع وموتسيبي هو انه عند تسليم الجوائز القجع ما طلعش المنصه باش يسلم الجوائز، خلى موتسيبي يطلع هو انفانتينو، ما بغاش يبان معاه في الصوره. وهذا يدل ان القجع غاضب من موتسيبي لعدم تحمل الكاف لمسؤوليتها في معاقبه الجاره الجزائر على ما حدث في مباراه الشام، عندما بدات الجماهير الجزائريه تسب المغاربه، وعندما تم استعمال حفيد نيلسون مانديلا لتمرير رسائل أقل ما يقال عنها أنها رسائل بذيئة، رسائل مشينة، رسائل لا تمت للروح الرياضية بصفة. الأكيد أن المغرب الآن أصبح عنده واحد الدور كبير، ودور كبير جدا. كنشوفوا أننا فيما كتكون شي طاد فيفا هناك العديد من المنتخبات الافريقيه اللي كيجيو يلعبوا تقريبا الكار كتلعب عندنا حنا فيما كتكون شي ضد فيفا كتلعب عندنا الكار، كتلقى على الاقل واحد 9 ولا 8 ديال المقابلات اقصائيه كتلعب في المغرب لعدم توافر دول اخرى على الملاعب، بما فيها الامن، بما فيها الاقامه، بما فيها الاكل، بما فيها الشرب. هذا يدل على ان بلادنا اصبحت رائده في افريقيا. كاس افريقيا ستنظم بالمغرب سنه 2025. هناك اخبار كذلك عن هدم مركب محمد الخامس وتعويضه بملعب بشكل انجليزي مع مراكز تجاريه، مع موقف للسيارات. الشركه التركيه التي تم التشاور معها لانشاء هذا الملعب فهي تلتزم بان يكون الملعب جاهز في غضون 15 شهرا. يعني عندنا البنيه التحتيه الرياضيه وسيتم تطويرها، وسننظم احسن كاس افريقيا بالتاريخ لنفتخر بمغربنا. احبكم جميعا ايها المتتبعين الكرام، باب النقاش دائما مفتوح، ننتظر تعليقاتكم. نتمنى ان تكون الحلقه قد نالت اعجابكم مع هذا الربط بين التفاصيل. الله الوطن الملك. إذا أعجبك الفيديو كما العادة الإعجاب، إذا كنت أول مرة تشاهدنا زر الانخراط في القناة، تفعيل الجرس، التعليقات جد مهمة، وأرجوكم إذا أمكن البارتاج على أعلى مستوى. شكرا جزيلا لكم، أتمنى لكم سهرة سعيدة وإلى حلقة قادمة.